هذا البرنامج برعاية ورجعنا ليكم ومعانا نجم الساحة، نجم بيتكلموا عليه في قطاع التأمين إنه عامل المستحيل. معانا الأستاذ أسامة منصور رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للوساطة التأمينية. أهلا بيك أسامة بيه. اهلا بيك طربيه والساده المشاهدين. نورت برنامج 5 أمان ومدينة بيك الإنتاج كلها. الله يخليك يا فندم، مش هتكلم عليك. في بداية اللقاء اللي ناس كتير جدا مستنيينه وأنا من ضمنهم، علشان كنت مصر جدا ان حضرتك تكون موجود بعد ما لقيت كل الناس عماله تتكلم عن كابيتال والطفرات اللي عماله تحققها في السوق قطاع التأمين، وده بحييك عليه وببارك لك عليه. الحمد لله. عايزين نقول ايه اسباب نجاحات شركة كابيتال في سوق قطاع التأمين؟ ده راجع الحمد لله بفضل الله وتوفيقه لينا، واللي احنا الحمد لله ربنا كرمنا بفريق عمل متفاني جدا، بيسعى دائما لمعرفه احتياجات العميل الدقيقه. تمام، على اساس يقدر يصمم له برامج يعني وفقا لاحتياجاته التأمينيه. بجانب طبعا الحمد لله الاستثمار الدائم في العنصر البشري، تمام، من دورات للساده الموظفين، التواصل على طول مع شركات التأمين لمعرفة كل ما هو جديد وأي وثائق مستحدثة والكلام ده كله، والتواصل مع الإدارات الفنية على أساس النهارده أي حاجات مستجدات الكلام ده كله. الاستثمار في التكنولوجي نفسها، تمام، اللي احنا النهارده بنحاول نستثمر في التكنولوجيا عشان نسهل للعميل النهارده كيفيه الحصول على الخدمه ازاي والكلام ده كله، في حاله الموافقات، في حاله التعويضات، لبلب الحاجات دي كلها تبقى في نوع من التسهيل واليسر، اللي احنا النهارده ممكن نعمل له URL مثلا بورتبل كده يقدر يخش من عليه يشوف مثلا التراكنج بتاع التعويض، اللي هو مثلا النهارده التعويض استلمناه الورق بتاعه، فالتشيك ليست بتاعته عماله شغاله، بعد كده بيروح وايه اللي ناقص من ورق التعويض بالظبط ونبلغه. تمام. بعد كده اول ما بيعدي المرحله دي يخش على مرحله المراجعه الفنيه. ممتاز. تمام، بعد كده المراجعه الماليه لحد ما بنقول له خلاص الشيك في مرحله الاصدار. ممتاز. يعني شايف تعويضه مراحله ماشيه ازاي التكنولوجي. بنشاركه معانا السسبنس ده او الموضوع ده اول باول. ممتاز. بداتوا 2018. مظبوط يا فندم. البدايه المبكره في وقت قصير، واني شايف ما شاء الله ربنا يا رب يزيد ودايما يا رب في نجاحات يا رب. ان تكريمك ودايما تكريم شركه كابيتال انا بسعد بيه لما بلاقي على المنصه شركه كابيتال استاذ اسامه طالع استلم الدرع من شركات تامين مختلفه. الجزئيه ديت اكيد المنظومه اللي حضرتك حطيتها علشان توصل لمنصه التتويج اكيد جت بحرفيه. والله يا فندم هي جايه طبعا نتيجه تراكم سنين من العمل. وانا فاكر كنا في 2017 كنا في دوره تدريبيه في معهد التامين، وكان ساعتها سياده المستشار اسامه بيومي، قعدت فبحكي له على المشاكل اللي بتواجه الواحد كوسيط فردي. تمام، بواجه مشاكل النهارده اللي انا متابعه العميل وخدمته والكلام ده كله. وده كان حمل تقيل قوي. تمام، واحنا لازم دايما نبقى عند حسن ظن العميل والكلام ده كله. اكيد. فقال لي يا اسامه تمام، المستقبل للكيانات المؤسسيه، اسعى من دلوقتي اللي انت تعمل شركه. تمام، وانا بدين بالفضل لي في النصيحه ديت، لان بالفعل خدتها. تمام، وابتديت العمل عليها. حطيت هدف يعني كانت كلمه 2017 صغيرت نصيحه حطيتها هدف بالظبط، لان كنت في الوقت دوت كنت من الضغط اللي انا تليفوني ما بيبطلش. تمام، مش عارف افتح شغل جديد بجانب اتابع التعويضات القديمه بجانب الحاجات دي كلها كانت عامله لود على الواحد. فقال لي لا، النجاح اللي انت النهارده راجل طموح وعايز تكبر وعايز تنجح وعايز كمان المحفظه بتاعتك دي تحافظ عليها، وانت كمان بتبقى شايل على عاتقك. تمام،
مسؤوليه العميل. تمام، فبالتالي لازم تطور من نفسك اللي انت تعمل كيان مؤسسي. من هنا جت الفكره، طب ما ليه كده ما اعملش، ابتديت اخاطب زملاء لينا، ما تيجوا نوحد الصف، ما ممتاز. تيجوا النهارده نعمل كذا. لقيت طبعا في كيانات، في ناس بتمد ايديها، طب يلا يلا، الحمد لله ربنا يسر. بدأنا في نص 2017 بالفعل التأسيس، خدنا الرخصة بتاعتنا في شهر 2 2018. ممتاز. تمام، على اساس نقدر نكمل المسيرة ديت. والحمد لله دي خلتنا اللي احنا نقدر نشتغل بقى بشكل اكثر تنظيما بقى. تمام، إدارة متابعة الإصدار، إدارة متابعة التعويضات، إدارة خدمة العملاء، الإدارة المالية، إدارة المناديب، ما شاء الله. كل ده إدارة المبيعات. قدرنا نشتغل بشكل فيه أكثر كيان. حوكمة وأكثر آه. مؤسسية. ايوه. تمام، يقدر يلبي احتياجات وتطلعات العميل. النهارده العميل، تمام، المؤسسات والشركات تقول لك انا عايز اتعامل مع مؤسسات وشركات زيي. تمام، انا النهارده كنت دايما اقول لنفسي انا لو تعبت وانا وسيط فردي، عييت، باخد اجازه مع اسرتي، مش عارف ذنبه ايه العميل اللي هو النهارده يتصل بيا يلاقيني غير متاح بالظبط. بالظبط. او الكلام دي ده حقيقة. كله. تمام، انما لا، احنا النهارده ابتديت اشتغل بالشكل دوت. احنا كان في السنه اللي فاتت تاني يوم العيد انا لقيت عميل بيتصل بيا الساعه 2 بالليل. تمام، انا افتكرت بيعيد عليا فرديت عليه، مساء الخير يا فندم، مش عارف ايه، وكل سنه وحضرتك طيب، الحقني يا اسامه انا عندي مشكله، حريق ومش عارف كليم. كليم. والله عايز اقول لحضرتك سبت اسرتي واتصلت بشركه التامين، اتصلت بالفريق بتاع التعويضات عندنا والكلام ده كله. كنا عنده في المصنع او في المزرعه، كانت الساعه 9 الصبح. هي دي قمه الخدمه بالظبط. تمام. أيوة. ما قلتش بقى اصل احنا في اجازه عيد ونصبر والكلام ده كله، لا، في مسؤوليه. العميل محتاج اللي ايه، اللي يقول له لا احنا معاك والكلام ده كله. تمام، فدي انا شايف من اول يوم دي احنا خدناها على عاتقنا، مسؤوليه العميل. أيوة. تمام، باحترافيه والتعامل بكل تخوفاته لحظه بلحظه. تمام. أيوة. واكبر دليل احنا كمان حتى اتجاه المسؤوليه المجتمعيه، احنا جينا في 2020 لما حصل موضوع البندميك وموضوع الكوفيد والكلام ده كله. طبعا كانت مصر كلها مرعوبه. بالظبط. أيوة. بالظبط. وانا يمكن من الحاجات اللي الحمد لله المتخصصين فيها او ناجحين فيها كمان التامين الطبي. تمام، فجينا ساعتها واستعنت ب3 دكاتره شيست صدريه على اساس ان انا عملت وحده، تمام، كول سنتر لدعم الشركات والافراد. تمام، ممتاز. في التعاون معاهم اللي النهارده يخفف من الخوف والرهبه اللي هو كان مسيطر على جميع الاسر المصريه، لان اي حد كان يجي له دور برد كان على طول يتجه للمستشفى، يتجه. فكل ده بيعمل ضغط على المستشفيات، على المنظومه الصحيه نفسها. أكيد. الهيئه العامه للرقابه الماليه تدخلت على طول بشكل سريع وفوري، كان ليها قرار الزام شركات التامين بتغطيه الوباء ده، رغم ان ده كان في الاستثناءات في كل الوثائق، الاوبئه والحاجات دي كلها. فعلا. فده اذا كان يدل ان النهارده الهيئه ومنظومه التامين هي دور مكمل ومتمم، تمام، للعمليه الاقتصاديه. دي حقيقه. دي حقيقه. التامين الطبي، ونفتح في موضوع التامين الطبي اللي بيواجه مشكله عند العديد من الاسر المصريه، خصوصا غلاء الكشوفات، الادويه. ازاي اصعب موقف الواحد يتعرض له، بعيد يا رب ان شاء الله باذن الله على كل المشاهدين وعلى كل اهل مصر، اني بيواجه موقف انسان عايز عليه، اخوه، اخته، امه، ابنه، اي حد عايز عليه، رايح بيه المستشفى، فالمستشفى الاستثماري تقول له شوف 50,000 تحت الحساب او 100,000 تحت الحساب حسب الحاله. تنصح الاسره المصريه هنا بايه عشان يبدا صح؟ انصح يا فندم ان النهارده الحمد لله بقت شركات النهارده كتيره من شركات التامين عامله برامج للافراد والاشخاص والكلام ده كله والاعمال الحره والمشروعات الصغيره، على اساس النهارده كحمايه مجتمعيه ليهم، وعلى اساس يتفادوا الصدمات دي يا فندم. لان هي فعلا الفكره لما حضرتك تيجي تشوف النهارده حتى رجل اعمال او رجل مستثمر او تاجر، هي فلوسه كلها في السوق. أكيد. تمام. طب فالنهارده لو حصل له زي ما حضرتك قلت كده موقف، تمام، اللي هو محتاج على الفور 100,000 يحطهم ديبوزيت في المستشفى، ظروفه تسمح كل حاجه، بس هو معهوش الكاش فلو والكلام والسيوله دي والكلام ده كله. بالظبط. من هنا جه فكره لا، التامين النهارده اصبح تمام مش رفاهيه، التامين لا مطلوب، مكمل، بيضمن عنصر الامان للاسره. حقيقة. بيخليك اللي انت النهارده بيجنبك الدخول في صدمات والتكبد في خسائر انت مش جاهز ليها.
طبعا. تمام، لان انت النهارده في حد عزيز عليك او ابنك ما عندكش اغلى منه او الكلام ده كله، احنا بنشوفها على فكره. أيوة. اللي هو يجي يلاقي مثلا قسط ابنه في السنه بحاجه يعني بسيطه جدا، ودخل عمل زي ما حضرتك تفضلت عمليه ب 50,000 و 100، يتصل يشكرنا جدا، مش عارف اشكركم ازاي، وعلى الدعم وعلى سرعه الموافقه، وعلى ده كان كمان في ادويه ناقصه انتوا كمان حاولتوا تساعدونا اللي انتوا توفرها لنا، ولا ممتاز. الكلام ده كله. ممتاز. فبيبقى الموضوع ابعد واشمل، تمام، ان انت بتلاقي حد بيحتضنك وحد معاك اول باول أيوة. ساعه الازمه. وانا شايف ان الموضوع مش مجرد بس وثيقه في ايدك، لا ده حد كمان بيرشدك، تمام، بيطمنك اول باول، احنا معاك ما تقلقش، هيخش المستشفى دي وابنك هيعمل عمليه وهتطمن عليه، ممتاز. بيكون وحضرتك داعم كمان يعني. هتقدر. لان النهارده لو جينا نشوف متوسط الواحد مثلا في السنه بيعيا من 3 ل 4 مرات. الحقيقه لو جينا نشوف في المستشفيات الاي بلس والكلام ده كله، الكشف بيتراوح من 700 ل 1000 جنيه. ده حقيقه تمام، فعلا. ده مجرد بس اول ترانزاكشن، غير الكشوفات، غير التحاليل، تحاليل، الاشعاعات، الادويه. فعلا. فانت دخلت لك في متوسط كام؟ 2000 3، تمام، اكيد اكيد. في 3 4 مرات، فدي مبلغ. طب ما انت المبلغ ده ممكن تقوم دافعه قسط سنوي وتشتري دماغك ومأمن نفسك اتجاه بقى عمليات، حوادث لا طبعا. قدر الله، اي طوارئ، فعلا. اشعه، تحاليل، الحاجات دي كلها، كل ده تمام بيجنبك الدخول في حاجات انت مش جاهز ليها. ده هنا دور التأمين، اللي هو لازم يبقى النهارده دور استثمار في ولادك، تمام، في الحفاظ حقيقي. عليهم، في الحاجات دي كلها. كابيتال كمان بتعمل مع العملاء بتاعتها بجانب شراكه، اللي احنا دايما بنلعب بالدور الوقائي. تمام. يعني عندنا مثلا من ضمن الحاجات عندنا جهاز انبادي مثلا مع دكتور نيوتريشن، دي بتتكفلها كابيتال بعيد عن شركه التامين ممتاز. وشركه يعني الاداره، بعيد خالص عن على اساس كمسؤوليه مجتمعيه تجاه شركاتها، لا ننزل تمام في الشركات على اساس النهارده حد مريض ضغط سكر ولا الكلام ده كله، ممكن نعمل له برنامج غذائي على اساس اللي يحسن من اللايف ستايل بتاعه. ممتاز. فبدل ما كان هيجي في خلال سنتين ثلاثه هيقوم داخل في اوبن هارت ولا دعامه ولا الكلام ده كله، جنبناه وجنبنا الشركه ادي التقرير الدخول بتاعك امشي عليه. بالظبط. ممتاز. تمام، فعملنا هنا يا فندم حاجتين. اول حاجه خلينا العامل ده يقدر يشتغل باداء افضل، فبالتالي الانتاجيه بتاعته تزيد. طبعا. تمام للمؤسسه. طبعا. تاني حاجه جنبنا الشركه نفسها وجنبنا المشترك اللي هو يخش في عمليه وفي مضاعفات، تمام، بيتكبد الطرفين، ان الشركه عماله بتدفع مرتبات قدام دوت، وهو لازم كمسؤوليه لازم تشيله والكلام ده كله طبعا. بجانب اللي هو كمان ما بقاش قادر بيشتغل بنفس الاداء زي الاول، فطبعا الانتاج هيتاثر بالظبط. أكيد. فبالتالي تمام لازم يبقى في دور وقائي، وده اللي احنا بنحاول نشتغل عليه من خلال الوعي، من خلال رسائل دايما، لان بنلاقي مثلا العماله كمان في المصانع والكلام ده كله نتيجه الجهد وكلام بينسى يشرب ميه مثلا، فعلا. مع ان عنصر الميه ده مهم جدا والكلام ده كله، تمام، ده مع الوقت بيعمل لك حصوات، بيعمل لك حاجات انت في غنى عنها. فمجرد بس هو محتاج حد يعمل له الارم كده، نوتيفيكيشن كده، انت فين موقفك. انت الحته دي انت واخد بالك منها. بنعمل قوافل طبيه، بننزل للشركات، تمام، بين كل فتره وفتره، على اساس ان احنا بناخد ستاف دكاتره من المستشفيات بالتعاون معاهم والكلام ده كله، ننزل كنوع من التوعيه التامينيه. النهارده انت ازاي تتجنب المخاطر اللي انت النهارده تخش في كذا، في ذبحه صدريه او كذا او كذا، لا لازم تبطل تدخين، لازم تحاول تمشي من مرتين لثلاثه في الاسبوع، نحاول نحسنه من اللايف ستايل بتاعه بحاجات بسيطه وغير مكلفه، وغير كمان اللي هو النهارده مش بنلزمه اللي هو يجي على شغل ولا يجي، ده بالعكس الحاجات دي كمان بيرفلكت على الاداء الوظيفي بتاعه، فبيحس هو لا انا فايق، انا كمان لما بخلص شغلي بقدر اروح اقعد مع عيالي واولادي وامارس حياتي بشكل كويس، مش رايح بقى مش قادر ومنهك والكلام ده كله. فالحاجات دي كلها مهمه جدا، اللي احنا لازم نغير من مفهوم تمام التامين الطبي اللي هو مش مجرد علاج، لا ده احنا كمان بنعمل على وقايتك، ويهمنا تمام اللي انت دايما تتمتع بصحه احسن. جزئيه مهمه عايزين نقول ان اول بيبي بيجي للاسره، العريس والعروسه، بتلاقي على طول دكتور، صح؟ مظبوط. دكتور طفل سخن، دكتور، مزبوط. صح كده؟ مظبوط. هنا انا عايزك تقول لكل عريس وعروسه حط هدف قدام عينيك. اذا كنت مدخن، لو ما كنتش حتى مدخن بس مصاريفك في حاجات مش مهمه، حط الهدف قدام عينيك علشان يكون التأمين الطبي أساسي ليك ولمراتك عروستك والبيبي اللي جالكم. خصوصا لو حضرتك تتفضل وتقول لهم افريج بسيط قوي هيدفعوا للبيبي اللي هو عمره شهور في السنة كلها. تمام. قد ايه لو العريس
الزوج عنده 25 سنه 30 سنه والزوجه عندها 25 سنه، افرج هيدفع مبلغ كام؟ يا فندم ده هو يعني لو حضرتك بتتكلم في الافرج ده، دي اول حاجه الوثيقه دي هتبقى كويسه جدا ليهم في بدايه حياتهم. ايوه اول حاجه لان هي طبعا بيبقى عليهم ضغوط والتزامات ومصاريف، حقيقه تمام، حقيقه والكلام ده كله. وفي نفس الوقت زي ما حضرتك تفضلت، هم النهارده لو جه بيبي ما يحصلش انزعاج، طبعا لان هو اول حاجه بتيجي المصاريف هتيجي منين؟ بتاعه الماترنتي، بتاعه أيوة. المتابعه. ايوه طب الولد ده جايب احتياجات، جايب كذا. طب ما خلاص طالما النهارده ربنا كرمك اول ما تتجوز، الموضوع مش هيكلفكم انتوا الاثنين مع احترامي مثلا، مش هيعدي ال 10000 جنيه حقيقه قسط ليكم انتوا الاثنين ممتاز كزوج وزوجه طول السنه. طول السنه. آه. اللي اكتر من كده كمان ان الحمل طالما حصل بعد بدايه الوثيقه مغطى، الله، تمام، اللي هو الحمل يتكلف اول ما شوف بالظبط. المستشفى فهيبقى انكلودد داخل الوثيقه طالما الحمل حصل بعد ايه؟ سريان بعد الوثيقه، تمام. بعد إصدار فدي من الحاجات الكويسه جدا اللي هو طبعا من اول يوم بيقدر يستفيد بيها. اول ما ربنا بيكرمه بالذريه الصالحه، تمام، والولد او البنت بيقدر على طول كمان يدخلهم تحت المظله التامينيه. فبالتالي زي ما حضرتك تفضلت، اللي هي الرعايه اللي هي المتابعه الاوليه مع دكتور الاطفال والحاجات دي كلها والادويه والحاجات دي كلها، يقدر على طول تبقى ضمن الوثيقه والحاجات دي كلها. فالنهارده لا، التامين النهارده لا بيساعد الاسره المصريه على على الاستمراريه وعلى النهارده على الامان وعلى الحمايه. جميل. يا جماعه سمعتوا المبلغ 10000 جنيه في السنه كلها للثلاثه، الزوج والزوجه والطفل. 10000 جنيه، انت تخيل ان الحق سخنت، الحق عايزين نوديها للدكتور، الادويه، عايزين نعمل اشعه، هتبص تلاقي الطفل بس هتدفع له في السنه من 10 ل 15000 جنيه دكاتره وي، وطبعا ربنا يحفظ كل اولادنا يا رب. يا رب. بس فكر بعقل. آية نزلي لي أرقام شركة كابيتال على الشاشة، علشان أنا بصراحة يعني عايز أقول إزاي أنت هتسكت وتخلي موضوع التأمين ده الميديكال خارج حساباتك. أنا بقول لكل ست مصرية أنت أساس التدبير. أكيد هتشوفي الكلام ده هتقولي لازم أتكلم وافهم الوثيقه دي تطلع ازاي، وازاي بيكون معايا كارنيه. انا بيبقى معايا كارنيه في محفظتي، بطلعه، بدخل المستشفى، باخد كل الاجراءات وفي ظهري شركه زي ما سمعتوا شركه كابيتال. بسبب ايه؟ حضرتك يعني ادهشتني بالمبلغ الافرج ده حدود 10000 جنيه، يعني مش مبلغ كبير طول السنه كلها. مظبوط، ده بالنسبه للزوج والزوجه. بالظبط. طيب نيجي لشركة كابيتال، ازاي وفقت توفيق الأوضاع لشركة كابيتال؟ الحمد لله وفقنا اوضاعنا، اللي احنا اتحركنا ناحيه اتخاذ خطوات جديه لتوفير الاوضاع من الانتقال من قانون 159 81 لقانون 155 لسنه 2024. تمام. والحمد لله جاري دلوقتي، تمام، العمل على زياده راس المال يتوافق مع المتطلبات الخاصه للهيئه. ممتاز. ايه راي حضرتك في القانون الموحد؟ طفره بكل المقاييس طبعا. تمام. وكنا متعطشين ليه بقالنا سنين، لان النهارده القانون جه بضوابط جديده، بتنظيم تشريعي جديد، مجهود جبار عملته هيئه عامه الرقابه الماليه. طبعا مجهود جبار طبعا، والاتحاد المصري مجهود على مدار سنين كمان. وتراكمات خبرات من مستشارين ومن يعني جبهزة التأمين في مصر والصناعة وأساتذتنا، يعني تمام، في إن هو يخرج بالشكل دوت. النهارده تلاقي مثلا موضوع الشركات الرعاية اللي هتتضم تحت الأمبريلا الهيئة العامة للرقابة المالية. أنت بتتكلم دي كانت محفظة ما يقرب من 4 مليار. تمام. فدي هتنعش ما لا شك فيه. تمام. والكلام ده كله في نفس الوقت العميل نفسه هيبقى تحت مظله وحمايه الهيئه العامه للرقابه الماليه اللي بتضمن له حقوقه اول باول والتزاماته والكلام ده كله. تمام. ممتاز. فبجانب بقى تمام وثائق البروفيشنال انديميتي، الحوادث، التامين على الطلاب دون المدارس، الحاجات دي كلها. فكل ده وثائق الهجمات السيبرانيه والسايبر ريسك، الحاجات دي كلها مستجده. ومن الحاجات الجميله في التامين دايما اللي هو تلاقي يا فندم كل ما بيواجه المجتمع اي ظروف او اي تحديات، بتلاقي على طول التامين في ظهره
لدعم المنظومه الاقتصاديه اول باول. تمام؟ بتشوف مشاكل مجتمع وبتواجه. بالظبط. يعني انا بعتبر اللي بيعملوا في صناعه التامين دورهم دايما كانهم عاملين في البحث والتطوير الR&D. تمام، لان النهارده بتلاقي هو مش بمعزل عن المجتمع، هو داخل المجتمع داخل الناس، فدايما بيشوف المشاكل والتخوفات اللي بنعملها. يعني احنا قعدنا مثلا من خلال فتره كده اشتغلنا على وثيقه المصروفات المدرسيه، تمام، مع شركه تامين الحياه والكلام ده كله، وقد ايه ليها ديمند احتياج كبير جدا لكل الطلاب في المدارس الخاصه والاستثماريه والكلام ده كله، نتيجه ان المصاريف فيها طبعا عالية. بتتراوح من عالية. 75 ل 200 الف جنيه والكلام ده كله سنويا. طبعا. فبالتالي تلاقي اي حد بيرنتس او ولي امر الكلام ده كله بتواجهه دايما تخوفات، اللي انا استثماري في ولادي وعايزهم يبقوا احسن حاجه. تمام، فبالتالي انا لا قدر الله انا شفت زميلي ده في فجاه حصل له حاجه، حادثه راح فيها، ده حصل له فيروس ومش عارفه ايه. فكل دي حاجات كانت بتخوف ولي الامر والكلام ده كله. لما جينا اتكلمنا مع مدارس، لقينا في المدارس تمام متوسط من حالتين ل5 حالات سنويا بيتم سحب الملفات بتاعتهم. تمام، فده برضه عدد لما نيجي نجمع في عدد بيعرض اسرته للخطر. بالظبط. يبقى الطفل متعود على التعليم بليفل معين والكلام ده كله، ده ينزل بالظبط بيأثر على نفسيته. يمكن احد المسلسلات الدراميه اللي في فيلم اتعمل لمناقشه الموضوع دوت. طبعا هتلاقي الطفل بيعاني مشاكل نفسيه. تمام، جداً وده جداً. في الاخر كمان ممكن يطلع يضر بنفسه والمجتمع والكلام ده كله، يبقى تربه خصبه لاي حاجه. طب ما نعمل له برامج حمايه من دلوقتي. تمام، خصوصا اللي هي ما بتشكلش يعني ما يقرب من 1.5% من المصاريف. يعني شيء يعني زهيد جدا. يعني انا عايز اقول حضرتك تدي مثال كده، مدير مدرسه دلوقتي بيتصل بحضرتك كشركه كابيتال تقول لك احنا عاوزين نحط الوثيقه دي من ضمن مصاريف المدرسه، ولي الامر هيدفع كام؟ اللي بيدفع من رينج 70 ل 100 الف في السنه، هيدفع قد ايه ولي الامر مصاريف زياده علشان يكون بيحمي نفسه واسرته؟ دي طبعا بتخضع لحسابات اكتواريه على حسب طبعا النهارده تواريخ الميلاد والداتا اللي بناخدها بيغذينا بيها. طبعا. بس احنا بنتكلم يعني في افريج اللي هو ما بيزيدش مثلا من 1000 1200 1000 ونص في السنه على الطفل. طيب 1000 ونص انا بحسب هتقول لي 10000 5000. لا خالص يعني بيدفع 100000 مصاريف وفي حاله لا قدر الله الوفاه. تمام، يعني الولد مثلا لو والده لا قدر الله مثلا تمام توفى في اولى ابتدائي، تمام، شركه التامين هتدفع لحد ما يتخرج من ثالثه ثانوي. وعلى فكره كمان موجوده في الجامعات. تمام، الوثيقه ديت اللي ممكن بتتعمل للجامعات ومعموله في بعض الجامعات الكبرى والكلام ده كله. ممتاز. فطبعا بتلبي احتياجات وديمند غير عادي جدا، وبتضمن استقرار وثبات الاسره المصريه، ودي مهم. بس هي الفكره النهارده اللي بنعانيها دايما هي مشكله الوعي التاميني بقى والانتشار، والنهارده اصحاب مدارس كتيره ما عندهمش المعلومه ديت. اولياء امور كتير بالمواضيع دي متخوفه لديهم، ولما يجي يروح يعمل وثيقه بشكل فردي بيلاقي القسط عنده كبير جدا. تمام، طبعا لو بشكل فردي اكيد هيدفع اضعاف المبلغ. مظبوط. تمام، فلو دخل تحت امبريلا ان المدرسه بتامن على جميع الطلاب في جميع المراحل والكلام ده كله، ده ما لا شك فيها هيضمن استقرار المنظومه. تمام، والاستمراريه. يبقى انا من خلال الحلقه دي خدت معلومه قويه جدا. اصحاب المدارس اسمعوني كويس قوي. يعني ايه لما تاخدوا قرار كمجلس اداره مدرسه تقولوا احنا لازم نكون في صف ولي الامر، وان هو تديله معلومه بسيطه قوي انك هتكون محمي طول سنوات التعليم، وابنك متغطي بالمبالغ اللي المفروض هتدفع في خلال 3 سنين في حاله لا قدر الله عائل الاسره مش موجود. يعني هيدفع زي ما قال استاذ اسامه من 1000 ل 1000 ونص ل 2000 جنيه في السنه كلها، مش كده؟ مظبوط. معلومه انا مبسوط ان انا اسمعها في البرنامج بتاعي، واني بضم صوتي معاك ان جميع المدارس والجامعات ان شاء الله باذن الله هتكون على تواصل مع حضرتك في شركه كابيتال علشان ياخدوا معلومات اكتر، وان ازاي يبداوا في الوثيقه الجماعيه. طبعا تحت امرهم في اي استشاره تامينيه. احنا بنقدم كل المعلومات التامينيه للناس مجانا بدون اي حاجه، واحنا بنرحب بكده اللي احنا كمان ننزل ونتكلم مع الناس. دي حاجه بتبسطنا وبتبسط فريق العمل كله ان شاء الله. طيب عايزين نعرف وضع الوسطاء الافراد في ظل القانون التامين الموحد، راي حضرتك فيه ايه؟
انا شايف اللي هي فرصه ذهبيه للوسطاء الافراد، لانهم هم بيشكلوا عنصر مهم جدا في المنظومه، والعدد بتاعهم مش قليل. احنا بنتكلم في 13,000 ونص وسيط حر. تمام. ممتاز. فجه الوقت بقى اللي هو النهارده يصطفوا. تمام. ايوه. الكلام ده كله انا بحس ان ربنا كرمني. تمام. بحد نور بصيرتي، اعمل اتجاه مؤسسي، اشتغل الحمد لله. بشكل مؤسسي. الحمد لله. تمام. فجه الوقت بقى تمام للزملاء اللي انتوا برضو حاولوا وحدوا الصف، اعملوا كيانات، ادخلوا في كيانات الكلام ده كله. فدي فرصه ذهبيه النهارده، ان القانون النهارده، لان القانون النهارده بيزق ناحيه التطوير والتاقلم والحوكمه والتحول الالكتروني، وده هيبقى صعب على التكنولوجي الرهيب اللي جاي. بالظبط. وده هيبقى صعب جدا، وهيبقى يعني تشالنج كبير قوي على الوسطاء الافراد. فبالتالي تمام جه الوقت اللي هم يوحدوا الصف. تمام. على اساس النهارده كمان العميد بتاعهم هم كمان بيسعوا اللي هم عايزين يديله افضل خدمه طبعا، وعشان يقدر يحافظ عليه وعلشان الاستمراريه. تمام. فلازم يشتغل بشكل اكثر تطورا، واللي هيشتغل بالشكل ده تمام هيبقى في حته تانية، وهيقدر يحافظ وهيقدر يكبر من شغله. انما اللي هيستمر على الشكل القديم اعتقد تمام هو في هيبقى وكانه واقف قدام القطر. بالظبط. مش كده؟ هيبقى محط تهديد، لان العميل في الاخر ليه اللي يديله خدمه كويسه، اللي يسعى ليه اللي يكون معاه على مدار الساعه، اللي يوفر له حلول تكنولوجيه. تمام. ورقمنه اللي يحاول يسهل له. تمام. التخصص، الحته دي كلها مهمه جدا. ايوه. هو كمان لازم العميل يحس ان هو النهارده انا بتعامل مع فلان ده خد اجازه في مؤتمر في كذا، الدنيا مش واقفه، الدنيا ماشيه بالظبط. يعني في حوكمه وفي نظام وفي سيستم وفي الحاجات دي كلها. اقدر النهارده يوم يبقى في تاخير في تعويض او في موافقه او الكلام ده كله، انا شايف من خلال التراكنج من السيستم الموضوع فين، فبنقدر نشخص او نحط الحل فين او المشكله فين، فنقدر نتعامل على ايه عليها على طول، ما نسيبهاش تتراكم وتتفاقم. هي دي الفكره. طيب، هل في رؤيه واضحه شركه كابيتال لضم عناصر من وسطاء التامين في السوق المصري؟ طبعا انا وكل شركات الوساطه فاتحين ايدينا لزملائنا يعني، ومرحبين بيهم يرحبوا. ممتاز. وبالعكس احنا عايزينهم كمان اللي هم يشتغلوا باكثر مهنيه واكثر تخصصا، اللي هو يتفرغ للعمليه التسويقيه، واللي هو يبقى وسيط تاميني يقدر يلبي احتياجات العملاء والكلام ده كله. وفي نفس الوقت النهارده انت عندك فرصه ان انت تنضم لشركات وساطه وتشتغل معاهم والكلام ده كله، هيوفر لك حلول تكنولوجيه، هيوفر لك اداره تعويضات، خدمه عملاء ما كنتش انت بتقدمها. فعلا. تمام. فبالتالي بتقدر تعلى بالمستوى الخدمي بتاعك والمستوى اللي انت بتقدمه للعميل بمستوى تاني خالص، وبيحس باختلاف. فبالتالي كمان انا مع احترامي، انت النهارده محفظتك سي مثلا 10 قروش، لو انضميت لشركه وساطه انا بقول دايما للوسطاء انت ليه حاطط في دماغك ان ممكن الموضوع يقل؟ ده بالعكس، ال10 دول هيبقوا 20 و30، لان انت هتتفرغ للعمليه. تمام. نشر الوعي التاميني ما بين الشركات والمؤسسات. انما انت النهارده في ال10 دول انت قاعد ما بين ده في تعويض، ما بين ده عنده مشكله، فالنهارده عندك اجتماع انت بتعتبر لا ده عنده مشكله هروح احلها له، فالعميل ده بيعتبر ان انت اهملت اجتماعه، فبالتالي بيقوم قافل عليك. تيجي تكلمه تاني بيحس ان انت مش قد المسؤوليه. والعميل النهارده والاتش ار والشركات بقوا فاهمين جدا في الحته ديت، بقوا عايزين حد النهارده يعمل لهم بروجكت ستادي، حد كيان يتعاملوا عايزين حد النهارده ينزل يعمل لهم تقييم للموقف، للمعدات، للالات، للحاجات بتاعتهم، دراسه مستفيضه. احنا السنه اللي فاتت ايه الوثيقه بتاعتنا، ايه الحاجات الديفوهات اللي واجهتنا النهارده، عايزين نعلي مبالغ الاسنان، مبالغ النهارده التغطيات التامينيه، الادويه الكرونيك عشان الانفليشن اللي بيحصل عليها والزيادات اللي بتحصل عليها، مبالغ الاسنان، الماترنتي، النضارات، الحاجات دي كلها بنبقى كاستمايز، نيجي نقول له لا والله الحته دي احنا عانينا فيها، اللي احنا جينا في نص العقد مش عارفه ايه المبالغ بتاعتها خلصت، فبالتالي او ما بقتش تقضي كذا، فبالتالي الدراسه التحليليه في خلال السنه اللي فاتت عشان التحليليه بالظبط. فكل ده بيخلي العميل يشوف النهارده الانبيشنت عنده عمليات داخليه قد ايه، علاج داخلي والعلاج الخارجي من كشوفات لتحاليل الاشعاعات، الترانزاكشن ماشيه ازاي. تمام. والحاجات دي كلها كل ما بنقدم له تقارير مستفيضه. تمام. كل ده بتخلي العميل اكثر رؤيه، اكثر وضوحا. تمام. واكثر قرارا في اتخاذ القرار، اللي هو ياخد القرار فين وازاي والكلام ده كله. ودي يعني العميل ما بقاش زي زمان اللي هو المواضيع خالص عروض ورقيه والكلام ده كله. لا خالص. العميل دلوقتي بقى اكثر وعيا وبقى اكثر تفهما، وعارف مين الكيانات اللي بتخدمه والكلام ده كله، وبالتالي بيسعى لكيان يقدر
يخدموا الكلام ده كله. فانا النهارده شايف الوسطاء الافراد الزملاء، جه الوقت اللي انتوا تصطفوا، تمام، على اساس النهارده توحدوا الصفوف ما بينكم وبين بعض، وهم كلهم على تواصل، وهي الكوميونتي كلها ناس عارفه بعض، تمام. انا شايف كل مجموعه في اسكندريه، في المنصوره، في القاهره، اصطفوا، وحدوا نفسكم، اعملوا شركه، تمام. طوروا من نفسكم، تمام. المستقبل ممتاز. حلو. ممتاز. والنهارده مساهمه التامين في الجي بي دي في الناتج القومي النهارده كل يوم على التاني بتزيد، طبعا. والكلام ده طبعا. كله، ففرصه، تمام، مع الاستثمارات اللي داخله مصر، مع الشركات، مع المدن الصناعيه الجديده، مع الكلام ده كله، كل دي افاق فرص بتفتح جديده، تمام. والناس دي محتاجه لرقمنه، ومحتاجه لخدمه عملاء قويه، ومحتاجه بالظبط. كل لكيانات تطور التكنولوجيا. مؤسسيه، بالظبط. تمام. بالظبط. فيا ريت احنا بالعكس، احنا النهارده عايزين نشوف النهارده بدل ما في عدد 107 شركه وساطه، عايزين يبقى 200 و300 شركه وساطه، عايزين يبقى في. يبقى نصيحه من القلب، النصيحه اللي هو خدها من 2017 وبداها من 2018. استاذ اسامه منصور بيقول لي كل الوسطاء في قطاع التامين اتحدوا. ها، اتحدوا. طب يلا، التحديات اللي بتقابل شركات الوساطه والحلول شايفها ازاي؟ ايه التحديات اللي بتقابل شركات الوساطه في الوقت الحالي؟ التحديات اللي بتقابل شركات الوساطه هو النهارده اللي يبقى فيه اتحاد يمثل لينا قراراتنا، توجهاتنا، احتياجاتنا، ايوه. تمام. النهارده لما بتبقى في مشكله بتظهر او الكلام ده كله بنناقشها النهارده بشكل فردي، او بنضطر نعمل جروب او لقاءات. انما النهارده وفي صدد خلاص اللي احنا في جمعيه ايبل الوسطى والكلام ده كله، ممتاز. شغالين على الكلام ده كله خلال الفتره اللي جايه. فاعتقد ان شاء الله دي هتبقى فارقه جدا مع الصناعه ومع شركات الوساطه. ممتاز. جزئيه مهمه قوي، وعارف حضرتك برضه هتدي هنت فيها. حضرتك شايف هيكل عمولات شايفه ازاي، وهل ليك كومنت عليه عايز تتكلم فيه كهيكل عمولات في شركات التامين؟ هل ليك كومنت عليه؟ لا خالص، هو طبعا الهيكل طبعا معتمد وبيبقى موثق وبيبقى مكتوب في العقود منذ البدايه، تمام، وقابل للتفاوض على حسب النهارده. وبالعكس النهارده شركات التامين بتبقى عارفه ان في عبء كبير على شركات الوساطه، لان النهارده انا عندي اوبريشن كوست، وعندي ايجارات، وعندي طبعا. مرتبات والكلام ده كله، طبعا. فكل ده بيتراعى في الحسبان. أيوة. تمام. فبالعكس احنا بين كل فتره وفتره بنقعد اجتماعات دوريه ونشوف، عشان نقدر في الاخر يبقى في سعر عادل للعميل، ما نقدرش نيجي عليه، او يبقى في تحملات او لودد عليه والكلام ده كله. وفي أيوة. نفس الوقت نقدر نوصل لخدمه متميزه، لان المثلث في الاخر، تمام، العميل وشركه التامين واحنا، تمام. فلازم يبقى المواضيع متناسقه ومتناغمه مع بعض. فشركه التامين طبعا بتبقى شايفه البعد التشغيلي اللي انت بتبقى شايله عنها، أيوة. تمام، والهيدك والحاجات دي كلها من الديلي ابروفال والديلي اوبريشن والحاجات دي كلها، فكل ده بيبقى متراعي في الحسبان. طيب، التحول الرقمي في شركه كابيتال بدأ ازاي، وحطوا هدف هتوصل بيه لفين؟ والله التحول الرقمي هو ضروره، اصبحت مش رفاهيه، ضروره ملحه، وبقت حاجه فرض امر واقع، تمام. لان النهارده اللي مش هيدخل في المنظومه دي ومش هيطور نفسه برضه هيبقى في تراجع، تمام، والكلام ده كله. احنا النهارده شايفين التحدي في الاي اي، وازاي النهارده يحصل رقمنه، والنهارده يحصل اجراءات لتذليل العقبات والعمليه التامينيه والاجراءات والاصدار ومتابعه التعويض نفسها، كل الحاجات دي والشفافيه دي، كل ده بيخلي العميل اكثر ارتياحا واكثر سهوله، اكثر يسر في الوصول، تمام، لشركه التامين، شركه الوساطه، تمام، في اختيار الحلول التامينيه. كل ده ما لا شك فيه ده جاي بشكل غير عادي. واحنا كمان بصدد اللي احنا النهارده مع شركه شغالين على ابلكيشن موبايل، ممتاز، على اساس يدعم الاي اي، تمام. وان شاء الله ده شغالين عليه على اساس النهارده نحاول نطلع بيه على اخر السنه باذن الله، تمام، بالشكل يلبي الاحتياجات التامينيه، على اساس النهارده بدل ما تقدر تكلمه. ايوه، تقدر تقول له انت ايه الحاجه اللي بتواجهك، تمام، ويبتدي يتكلم معاك، تمام، والكلام ده كله، ويبتدي يشوف احتياجاتك التامينيه انت عايز ايه بالظبط. يعني زي ما قلت لحضرتك مثلا،
وثيقه زي بتاعه رب الاسره مثلا اللي هو الاولاد ده مثلا، هو ما كانش يعرف ان في وثيقه اللي هي المصاريف المدرسيه. طب لما يتكلم مع حاجه زي كده ممكن يطلع له المعلومه، يقول له انت هل تعلم ان كذا كذا كذا، وبالتالي يقدر يتكلم مع اداره المدرسه ان في وثيقه بالشكل دوت. رائع. الكلام ده كله يقدر يتكلم مع شركته ان في وثيقه مثلا بتغطي مثلا العجز، اللي عايزين نعمل حاجه بنشن، تقاعد، عايزين نعمل مش عارفه ايه لبلب الحاجات دي كلها. فمشاكل فيه بنسعى في الحته دي لزياده الوعي والتثقيف المجتمعي، على اساس ان يبقى فيه حوار ويبقى فيه يسر النهارده ان اي حد قاعد وهو قاعد كده يقدر يدردش مع حاجه متخصصه بالظبط، تمام، ويقدر يطلع له سوليوشن تمام، حاجه كاستمايز. وبالتالي بندخل بقى بعدها بنكمل ونتابع معاه هو عايز ايه، ونبتدي بقى نقعد معاه نشوف احتياجاته ايه وعايز ايه والكلام ده كله. يعني انا في مكاني واتطلب مني وثيقه معينه من الشركه بتاعتي كمسؤوليه مهنيه مثلا اقدر ان انا من خلال الموبايل وانا واقف اقدر ان انا ادخل وانفذها واعملها وادفعها، وتدفعها اونلاين لشركه التامين، تدخل في حساب شركه التامين وصميت وتطلع والكلام ده كله. ممتاز. لان النهارده الاصدار الالكتروني خلاص بقى، احنا النهارده شركه مصر للتامين وشركه ثروه الممتلكات النهارده خدوا رخصه اصدار السيارات تمام، اللي انت النهارده قاعد في المعرض الناس بتبقى النهارده مشتري العربيه بتاعته بكل راس ماله، فهو يعني معهوش الفلوس اللي هو يعني لو حصل اي حاجه. طب النهارده الوثيقه تمام مش ثمن فانوس او ثمن يعني مرايه تمام، مش قد الفانوس، مش قد كده بالظبط، مش قد الفانوس. فالنهارده قبل ما يطلع من المعرض ده يقدر يقوم باعت البيانات، مصور شهاده البيانات لبلب الحاجات دي كلها، تصدر الوثيقه، يدفع بالفيزا لشركه التامين او الكلام ده كله، يعمل التحويل. فكل الحاجات دي انا شايف ما لا شك فيه لا بتلبي احتياجات، لان ممكن العميل يبقى في منطقه نائيه او في منطقه محافظه بعيده او مش عارف يوصل شركه تامين، والراجل عايز يستلم عربيته من معرض ومتخوف اللي هو يخرج تمام يحصل، لان انت عارف حضرتك ده بيبقى حد ايه يعني حاطط تحويشه عمره او شقه عمره فخايف النهارده متخوف طبعا، فعايز عنصر الامان يقول له حد معاك ومش عارف الكلام ده كله. طب مين كده؟ فلما يلاقي حاجه زي كده لا ما لا شك فيه، ودي الحته اللي احنا ان شاء الله في شركه كابيتال بنسعى عليها، اللي احنا نعمل انتجريشن او ربط تمام من خلال الابلكيشن اللي هو برضه مع الشركات الاصدار الالكتروني ده، عشان نقدر نوصل للعملاء ونيسر ليه اللي هو عايز يصدر بقى تمام النهارده وثيقه عربيات، عايز مثلا وثيقه ميديكال، عايز كذا عايز كذا، عايز استشاره للمصنع او العياده بتاعته او الصيدليه او الكلام ده كله، نقدر نوصل له ونديله استشاره تامينيه مجانيه. انت مشروعك ايه المخاطر اللي بتواجهه، الريسك ايه، الحاجات دي كلها. دلوقتي انا عرفت انت ليه طلعت على منصه التتويج واتكرمت اكتر من مره. علشان كده في نهايه الحلقه دي انا محتاج ان شاء الله باذن الله حلقات تانية ثالثه، لانك فعلا الرجل مناسب في المكان المناسب. بهنيك على النصيحه اللي خدتها ومشيت بيها، وبهني الهيئه العامه للرقابه الماليه ان فيها رجال بيقولوا لمصلحه كل الوسطاء اعمل ما تقفش عند النقطه دي وكمل واعمل كيان. وده النصيحه وده اللي حصل معايا خدتها ومشيت بيها وفرقت معايا. انا في نهايه الحلقه ديت بشكرك جدا اسامه بيه. انا بشكر حضرتك طارق بيه، واشكر الساده المشاهدين، يعني نورت البرنامج ودايما يا رب متالق ودايما مكرم في قطاع التامين. تسلم. في نهايه هذا اللقاء احب اشكر ضيفنا العزيز الاستاذ اسامه منصور رئيس مجلس اداره شركه كابيتال للوساطه التامينيه، واحب اشكر طاقم العمل وكل وحده كنترول والاعداد الاستاذ علي قناوي الصحفي بالاهرام، والاستاذه روان طارق، ومخرجتنا المتميزه ايمان رزق، والبروديوسر آية حسن عبد المجيد. ودايما اترككم في حفظ رب العالمين والقاكم دايما في امان. سلام.